ترند الجليتر ماسكارا. بصوا يا جماعه، انا بقالي كام يوم بشوف الفيديوهات بتاعه الماسكارا دي. زي ما انتم عارفين، اي حاجه فيها جليتر او بلو بتاعتي يا جماعه لازم اعملها واجربها. الفكره بقى ان الماسكارا دي مش عندي، وما اعتقدش انها لسه نزلت مصر اصلا. النهارده هنعمل DIY او هنحاول نعملها بحاجات عندنا في البيت. هنحتاج اول حاجه طبعا سبولي. انا عندي التو جليتر باليت دولت من براند ندى سالم. باي ذا واي، المونيكير الازرق اللي بقالكم كذا يوم بتسالوني عليه، هو كان الدرجه ديت من الباليت اسمها N6. الموف ده الدرجه دي اسمها S7. بقى ننقي درجه نشوف هتنفع نستخدمها از ماسكارا. بصوا، اعتقد الدرجه دي لطيفه. في الدرجه دي كمان بس حاساها غامقه. خلونا في الدرجه دي عشان شبه اللي في الفيديو، وممكن نبقى نجرب درجات تانية بعدين. في الاول كوت ماسكارا عادي جدا، اي ماسكارا عندكم انتوا بتحبوها. بعد كده بالديسبوزبل سبولي هحط بس نقطه جيل صبار علشان خاطر الجليتر يمسك فيها. بعد كده هاخد درجه الجليتر وهحط السبولي فيها، وهبتدي احط الجليتر على الرموش. بصوا كمان عشان الماسكارا السودا لسه ما نشفتش، فالجليتر بيمسك فيها. نفسي بجد الكاميرا تكون مبينه شكلها يا جماعه تحفه. قفلت الاضاءه وهحاول اوريها لكم في الفلاش بتاع الموبايل. لمعتها تحفه، بالذات ان الجليتر اللي انا حطاه في سنه هولوجرافيك كده، فبيدي ضيق الوان. ورايي الحركه دي تبقى حلوه قوي في مثلا في لوك راس السنه، او لو مثلا رايحه عيد ميلاد او حتى عيد ميلادك ومش محتاجه تشتري الماسكارا اللي انا متاكده انها هتبقى ب 500,000 جنيه. في درجات جليتر عندك، او حتى عندك مثلا باليت فيها جليتر، ممكن تعملي بيها الحركه دي، يبقى شكلها يونيك ومميز وحاجه مختلفه كده عن التراديشنال ماسكارا اللي احنا على طول بنحطها.